مرحبا متابعي قناة موفي ستوري. التفاصيل الكاملة لفتاة فيصل التي كادت أن تسقط من شرفة البلكونة. وتفحصت الأجهزة الأمنية المصرية مقطع فيديو تم تداوله من قبل مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام شخص بتهديد نجلته بقتلها، وذلك عن طريق إلقائها من البلكونة، وبعض المواطنين ينقذونها في اللحظة الأخيرة. وأثار الفيديو غضبا بين الأهالي إذ ظهر شخصا وبين يديه طفلة تنهار وتصرخ بشدة من أعلى بلكونة منزل وهو يقوم بضربها كما جاء في الفيديو، الأمر الذي جعل الأهالي تتدخل لإنقاذ الطفلة من يد هذا الشخص. وفي نهاية الفيديو ظهر شخصان وهما ينقذان الطفلة من يد والدها بعد أن كادت أن تسقط من أعلى البلكونة على الأرض، واتهم البعض والد الفتاة بأنه كان يود إلقائها من الأعلى، الأمر الذي أثار غضبا كبيرا بين المواطنين بسبب تلك الواقعة. وقال أحد منقذي الفتاة أن والد الفتاة لم يكن يرغب في إلقاء الفتاة من الأعلى أو إحداث أي ضرر بها، وهو عكس ما روجه الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه كان يحاول قتلها، وأن والد الفتاة لم يكن يستطيع أن يرفعها لوحده عشان عنده إعاقة في قدمه. حتى لو البنت كانت قد سقطت، هي كانت في الدور الأول والمسافة بينها وبين الأرض لم تتعدى المتر ونصف، يعني لو وقعت ما كانش هيحصل لها أي شيء. وتم استدعاء الطفلة والوالد والوالدة في قسم شرطة الهرم، وكان أول رد للفتاة بأن والدها لم يرد إسقاطها، إذ قال أحد الشهود: البنت قالت للشرطة بابا ما رمانيش، كنت بجيب حاجة واتخضيت لما سمعت صوت بابا وكنت هقع من البلكونة وهو اللي حاول ينقذني. بينما قال آخر صاحب ورشة أمام المنزل ومنقذ الفتاة أيضا: أنا شايف أبوها ماسك فيها مش عارف يجيبها ومش عاوز في نفس الوقت يسيبها. وواصل منقذ الفتاة قائلا: الأب ليس له علاقة بالواقعة، إزاي أب يرمي بنته؟ أول ما مسكت البنت عشان أنقذها أبوها سابها لي، ساب بنته عشان مش قادر يشدها، وهو لو كان فعلا وحش كان قلنا إنه وحش وعنصري وبيضرب في العيال، بس ده غير صحيح، وفي حاجة وقعت منها ونزلت عشان تجيبها. وروت والدة الطفلة بطلة فيديو البلكونة تفاصيل ما حدث في ذلك اليوم، وقالت أن ما حدث كان مشاجرة فلم يرغب الأب في إلقاء طفلته. وقالت الأم من مكان عملها حيث تبيع المخلل: اللي حصل حاجة عادية بين أب وبنته، هي كانت بتجيب تيشيرت أبوها من على الحبل ما لقيتوش واتأخرت فخافت ووقعت، وهو كان بيحاول يطلعها ولكن ابوها ما قدرش يجيبها لانه تعبان، فجه جيران ساعدونا وطلعوا البنت فوق وشدوها وجرينا واخدنا البنت. اما عن محاولات تهدئة الفتاة فقد باءت بالنجاح من الجيران والام. شكرا متابعينا، ولا تنسونا بالدعم والاشتراك في القناة، والى اللقاء مع فيديو اخر وقناة موفي ستوري.